السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الإعدادية، معكم مستر محمد عبد السلام، مدرس الدراسات الاجتماعية بمؤسسة نوبل التعليمية. لأول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب، اعمل متابعة للقناة علشان تشوف كل الفيديوهات أو كل الحصص اللي موجودة على المنصة فيما بعد. كل سنة وانتم طيبين. بنبدأ درسنا النهاردة بدرس شيق جدا، متعة تعلم التاريخ في مؤسسة نوبل التعليمية. نبدأ بأول درس عندنا، هو درس ثورة 23 يوليو 1952. طبعا احنا كنا خدنا اخر حاجه في الترم الاول لما عملنا حريق القاهره في 1952، وكان ده تمهيدا لقيام ثوره 1952. بنبدا درسنا النهارده بدرس الثوره. عندنا سؤالين. السؤال الاول عندنا كده، الجزء الاول بيقول لنا: تعددت الكتابات واختلفت الاراء حول ثوره 23 يوليو 1952. بعض المؤرخين وضعوا ثلاث اتجاهات لثورة 1952. كان الرأي الأول بيقول إن هذه الثورة بتكتسب أهمية كبيرة لما تركته من آثار على أغلب الحركات التحررية في المنطقة العربية، بمعنى إن ثورة 1952 كان لها آثار على الجانب العربي، يعني ما كانتش ثورة داخلية فقط، بل كان ليها بعض المكتسبات وبعض الآثار على مستوى الدول العربية. الجزء الثاني قال لنا انها كانت اثرت في العالم بشكل عام، وكانت قاده هذه الثوره شاركوا في تاسيس حركات دوليه مثل حركه عدم الانحياز والحياد الايجابي، ودي حركه دوليه. كان العالم منقسم الى كتله شرقيه وكتله غربيه، وهذه الثوره كان من ضمن انجازاتها انها اسست حركه لا تنحاز للكتله الشرقيه ولا تنحاز للكتله الغربيه، بل بالعكس كان هناك حياد إيجابي، يعني بتسعى لحل المشاكل الدولية على مستوى العالم. أما الرأي الآخر فكان يرى أن هذه الثورة لم تبدأ عندما تم تأسيس تنظيم الضباط الأحرار، ولو استنيت شوية هتعرف يعني إيه تنظيم الضباط الأحرار، مين مؤسسه، ايه الهدف من تأسيسه، وايه خطوات اللي اتعمل بعدها هذا التنظيم. تنظيم الضباط الأحرار ما بدأتش الثورة منه، بل وتحركات قيادات الثورة للسيطرة على مقرات الإذاعة والجيش، إنما كان ذلك مكملا لما قام به الشعب المصري من ثورات ضد الفساد، طبعا فساد النظام الملكي والاحتلال البريطاني اللي كان مستمر، وسوء الحكم منذ الثورة العرابية وثورة 1919 حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952. نبدأ الأول نروح كده، يعني إيه تنظيم الضباط الأحرار؟ مين هم الضباط الأحرار؟ مين مؤسس تنظيم الضباط الأحرار وإيه الهدف منه؟ تنظيم الضباط الأحرار هو تنظيم أسسه جمال عبد الناصر، وتكون من مجموعة من ضباط الجيش المصري في سرية تامة. ويا ريت نركز على كلمة سرية تامة دي، لأنه تنظيم سري. طبعا لو كان قد أعلن عنه كانت هتحصل مشكلة وصدام، إما مع الاحتلال البريطاني أو مع النظام الملكي الفاسد. الهدف من تأسيس تنظيم الضباط الأحرار هو القضاء على الفساد الملكي وتحرير مصر من الاحتلال البريطاني. هنا بيجي لنا سؤالين لازم كنا نعرفه. السؤال الأول: من مؤسس تنظيم الضباط الأحرار؟ بنروح على طول لجمال عبد الناصر. السؤال الثاني: ما الهدف من تنظيم الضباط الأحرار؟ وهو رقم 1 القضاء على الفساد الملكي، 2 تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. هنستعرض دلوقتي عوامل قيام ثورة 1952. كلها حاجات خدناها في الترم الاول، لكن بعض الحاجات اللي بنضيفها في الترم دوت مفيده جدا، ركز معايا فيها. هبدا برقم 1: استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخليه. وهنا لو بصيت على كلمه استمرار، يعني اصلا الاحتلال البريطاني كان موجود من الترم الاول، منذ معركة التل الكبير وثم احتلال القاهرة، وطبعا القضاء على زعماء الثورة العربية، مرورا بقى بدرس مصر من الحماية البريطانية حتى هذه الثورة. استمر الاحتلال البريطاني وتدخل في شؤون مصر الداخلية. بيقول لنا ان معاهدة 36 اللي كنا خدناها في الترم الاول اللي كان عقدها مصطفى النحاس لم تؤدي الى استقلال حقيقي للبلاد. هل احنا عندنا كده عايزين دليل على ده؟ ازاي ما قدرتش المعاهده دي انها تحقق استقلال لمصر؟ ده ظهر لما حاصرت القوات البريطانيه قصر عابدين في فبراير 1942. فعلا هي الحادثه اللي خدناها الترم الاول، هي حادثه 4 فبراير 42، لكي تجبر الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومه. اخواتنا اللي بيحبوا يحللوا في التاريخ كويس، اولا لو انا دوله مستقله مفيش دوله خارجيه تملي عليها قرار. بما ان مصر في معاهده 36 كان اول بند انهاء احتلال مصر عسكريا، لكن هذا الجزء نفى تماما استقلال مصر، لهم اجبروا الملك فاروق، وساعتها قلنا هدد بالخلع من الحكم، واللي يجبروه عشان يجيبوا مصطفى النحاس رئيسا للحكومه. بالمناسبه احنا خدنا في الترم الاول ان مصطفى النحاس جاء رئيسا للحكومه، وده معناه ان الملك فاروق وافق على هذه الطلبات. السبب الثاني
هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948. الجيش المصري بتاعنا هزم في هذه الحرب. هو طبعا ما كانش بيحارب ضد فلسطين، ده كان بيحارب مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني اللي هي دولة إسرائيل. طبعا احنا اتغلبنا ليه؟ وده سؤال بما تفسر مباشر جدا. بيقول لنا ليه ايه اسباب هزيمه الجيش المصري؟ واحد، دعم الولايات المتحده الامريكيه، وعايزك تركز معايا في دور الولايات المتحده الامريكيه لانه هيجي لنا الدرس ده والدرس اللي بعده كتير جدا. وبريطانيا لاسرائيل. 2، عدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا للحرب. يعني احنا اتجرينا الحرب، احنا مش مستعدين اصلا ليها. ده السبب الثاني لهذه الثوره. طيب تعال نشوف السبب الثالث لثوره 1952. فساد النظام الملكي. تمثل في استبداد الملك فاروق بالحكم. الاستبداد هو السيطرة والتحكم بصورة فردية دون الوعي ودون الاهتمام بمصالح الشعب. 2، انتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. حبيبي تعالى اقول لك بقى يعني ايه صفقة الأسلحة الفاسدة، لأن احنا عندنا مخزون قديم ان صفقة الأسلحة الفاسدة هي كانت أسلحة بتضرب للخلف في الناس. طبعا الكلام ده مش صح نهائي. الملك فاروق وحاشيته تورطوا في صفقة مشبوهة من مخلفات من أسلحة الحرب العالمية الثانية. كانت مخلفات، كانت أسلحة طبعا ما كانتش صلاحيتها كاملة وما كانتش أسلحة في أحسن حاجة، واحنا تورطنا في هذه الصفقة، وللأسف كانت سبب أيضا في الهزيمة في الحرب وكانت سبب في قيام الثورة. 4، عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. كلمة حياة ديمقراطية وانت مغمض تروح رايح بسرعة على كلمة الأحزاب. خضوع مصر للاحتلال البريطاني، ده كان مصطلح الحماية البريطانية. وفساد النظام الملكي بجانب فساد الأحزاب. يبقى أنا دي 1 خضوع مصر للاحتلال البريطاني، 2 فساد النظام الملكي، 3 فساد الأحزاب. كل ده أدى إلى زيادة الصراع بين الأحزاب من أجل الوصول للحكم. في الترم الاول كنا خدنا ان تعدد الاحزاب السياسيه في مصر لم يثري الحياه النيابيه، يعني ما افادش الحياه النيابيه في مصر، ما افادش المصريين، وده لان كان الصراع ما بينهم للوصول للحكم. فكانوا اداه يا اما في ايد الملك الفاسد بحاشيته يا اما اداه في ايد الاحتلال البريطاني. طيب 5، سوء الاحوال الاقتصاديه حيث ادى توقيع معاهده 36 الى الاتي. 1، جعلت مصر ميدان لمعارك الحرب العالميه الثانيه، ودي نقطه مهمه جدا، ان مصر اصبحت بتحاسب على حاجات ما عملتهاش. مصر بموجب بنود معاهده 36 هي ميدانا لمعارك الحرب العالميه الثانيه. استنزاف موارد مصر الاقتصاديه عشان يخدموا بريطانيا وحلفائها. ما هي بريطانيا من اول لحظه في مصر وهي بتسعى لاستغلال موارد مصر، وشفنا ده بالمناسبه في الترم الاول في محصول القطن اللي اتزرع في مصر، وشفنا ده بالمناسبه في بنود معاهده 36 لما لنا هتوضع المطارات والموانئ وكل طرق المواصلات في خدمه بريطانيا، وشفنا ده لما تعهدت الحكومه المصريه انها تبني ثكنات عسكريه لبريطانيا في الحرب. كل ده ادى لايه؟ ارهاق الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري اللي اصلا في التوقيت دوت ما كانش احسن حاجه، تم ارهاقه. 2، زياده معاناه الشعب المصري. احنا اصلا خارجين في قبل هذه الثوره بنعاني من فقر وجهل ومرض، وبنعاني من كل مساوئ الحياه في هذه الظروف. طيب رقم 6، سوء الاحوال الاجتماعيه. لو بصينا على سوء الاحوال الاجتماعيه في مصر، تعال نشوف كده الجزء بتاع الاحوال الاجتماعيه عشان هنصنف اسباب ثوره 52 دلوقتي. مفيش سياسه نهائيا واضحه للاصلاح الاجتماعي، لان الاحزاب اصلا مشغوله بالصراع السياسي ما بينهم. دور الحزب ان هو يعالج ويضع خطه للاصلاح السياسي والاجتماعي، هو مش موجود، هو بيعمل صراع سياسي عايز يوصل للحكم. ظاهره الاقطاع، قبل ما اشرحها يمكن كتابنا شرحها بطريقه مباشره شويه، بيقول سوء توزيع الملكيه الاراضي الزراعيه، لكن الاقطاع هو ان فئه قليله العدد مسيطره على مساحات كبيره من الاراضي الزراعيه، وده كان منتشر قبل ثوره 52. ده خلى ان فئه صغيره تملك وتستبد، وده ادى لانتشار الجهل والفقر والمرض. ال3 اجزاء دول لوحدهم يدمروا اي دوله، جهل وفقر ومرض. دي كانت الاحوال الاجتماعيه لثوره او سوء الاحوال الاجتماعيه لثوره 1952. تعال بقى نشوف بعد كده، بعد ما شفنا اسباب الثوره هنراجع مع بعض سريعا. عندي استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر، عندي الهزيمه العسكريه في حرب فلسطين، عندنا فساد النظام الملكي وده جزء سياسي، عندنا صراع الاحزاب اللي طبعا مفيش حياه ديمقراطيه سليمه، عندنا سوء الاحوال الاقتصاديه وعندنا سوء الاحوال الاجتماعيه. لو بصيت دلوقتي هنشوف اهداف الثوره.
عشان تنجح اي ثوره لازم بحط لها مجموعه من الاهداف واسعى لتحقيقها. الاهداف اما قضاء على مجموعه عوامل فساد، او وضع او اقامه مجموعه من المشروعات ومجموعه من القوانين اللي بتخدم الدوله وبتعالج الفساد فيها. تعال نبدا كده. اول حاجه عندنا هم 3 اقامه و3 قضاء، نحفظهم بطريقه سهله جدا وتعالى نمشيهم حته حته بطريقه سهله جدا. اقامه جيش وطني قوي، اشمعنى؟ عشان اقضي على الاستعمار واعوانه. اربط بقى، هتعمل جيش وطني قوي عايز تقضي بيه على الاستعمار واعوانه. بالمناسبه الاستعمار مباشر، استعمار بريطاني. طب اعوانه كان في فئه في الداخل مستفيده من وجود الاحتلال البريطاني، فانا عايز اقضي على الاثنين. اقامه عداله اجتماعيه، هيتعمل ازاي؟ ليه؟ عشان اقضي على الاقطاع، ودي هنجيلها بالتفصيل كمان شويه ازاي هنقضي على هنعمل عداله اجتماعيه. اقامه حياه ديمقراطيه سليمه، ديمقراطيه اتفقنا يعني احزاب وحياه سياسيه. هنقضي على الاحتكار وسيطره راس المال على الحكم. لو بصيت على ده، سيطره راس المال على الحكم دي فيها مشكله شويه، ان كل رؤوس الاموال مسيطرين على المناصب العليا ومسيطرين على مراكز القرارات في مصر. ازاي هنعمل دوت؟ اصبر بقى معايا دقيقتين بعد ما اقول لك الاول بدايه احداث الثوره، هتعرف ازاي هنعمل الكلام ده. تعال نشوف احداث ثوره 1952. طبعا الشخصيه اللي قدامك دي شخصيه اللواء محمد نجيب، وركز في الاسماء كويس جدا عشان هنحتاجها دلوقتي وبيجي عليها اسئله كتير قوي. في صباح يوم 23 يوليو 52 اتحرك الضباط الاحرار اللي احنا اتفقنا عليهم وسيطروا على المواقع المهمه في القاهره والاسكندريه. طبعا القاهره والاسكندريه هم اهم مدينتين في مصر. اعتقلوا كبار الضباط والمسؤولين القدامى في الجيش، يبقى دول كانوا اعوان المسؤولين القدامى في الجيش اللي تم اعتقالهم وكبار الضباط دول اعوان الاستعمار. الساعه 7:30 صباحا اذيع اول بيان للثوره من دار الاذاعه المصريه باسم اللواء محمد نجيب. يبقى باسم اللواء محمد نجيب، نركز هو باسم مين؟ طبعا ده كان اعلى رتبه في تنظيم الضباط الاحرار، لكن بصوت محمد انور السادات. دي التركه اللي دايما بنقع فيها في المن تنسب، هو كان باسم مين ولا بصوت مين؟ هو باسم اللواء محمد نجيب وبصوت محمد انور السادات. النتيجه المترتبه على هذا البيان اصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على كل قطاعات الجيش المصري. طيب قامت الثوره وتعال نشوف مطالب الثوار من الملك فاروق كانت ايه. هم اول طلب ان يتنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني الذي كان طفلا غير قادر على الحكم. طبعا هو طرد بشياكه عشان يبقى احنا برضو احنا فاهمين. طب لما انتوا عايزين تمشوه ما تقولوا له امشي مره واحده، لا احنا عندنا ده انا بجبرك على الرحيل بس بصوره شيك شويه. فان يتنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني. 2 ان يغادر البلاد قبل الساعه 6 من مساء يوم 26 يوليو 1952. بديله مهله 3 ايام. غادر الملك فاروق واسرته البلاد قبل الموعد المحدد. اظن رساله الثوار للملك فاروق وصلته، وهو هنا ادرك الملك فاروق ان الجيش والشعب يكرهان حكم وتخلي الانجليز عنه. الادراك هو اعلى درجات الفهم والتحليل. هو قدر يفهم كويس جدا ان الجيش والشعب مش عايزين حكم، وان كمان الانجلترا اللي هو كان ممكن يحموه تخلوا عنه، لان انجلترا خرجت بعد الحرب العالميه الثانيه مش في احسن حاجه طبعا. لغايه هنا قدرنا نفهم الجزء الاول من الدرس. عرفنا اراء المؤرخين حول ثوره 1952، قدرنا نعرف يعني ايه تنظيم الضباط الاحرار وكان ايه الهدف منه. عرفنا اسباب الثوره كانت ايه، وخدنا ال6 اسباب وصنفناهم ما بين اسباب عسكريه واسباب اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. وقدرنا كمان نعرف مطالب الثوار من الملك فاروق، وشفنا ازاي اضطر الملك فاروق للرحيل عن مصر. ده الجزء الاول من درسنا. اتمنى نكون كنا ضيوف خفاف عليكم. الجزء الاول من درسنا محتاج تطبيق عليه كتير. طبعا كان معكم مستر محمد عبد السلام، مؤسسة نوبل التعليمية.